مراتي عسلياتي مبدعاتي الغاليين وزواري الجدد، شرفتوني ونورتوني ويا رب قناتي تعجبكم. النهارده انا هعمل معاكم، اسفه لو في صوت كده الاولاد بيلعبوا، هعمل معاكم النهارده روتيني في المطبخ. هنطبخ ونعمل حلويات ونعيش حياتنا كده في المطبخ، وعندي شويه كراكيب عايزه اتخلص منها. يعني بصوا انا مش شايله اي حاجه عشان تشوفوا كل حاجه معايا. نبتدي كده نقول بسم الله. بصوا انا كده بس رتبت ترتيب بسيط كده للمطبخ عشان اعرف اقف اطبخ واخلص الحاجات اللي ورايا. انا مثلا شلت مسحت بس الرخامات كده بس عشان اعرف اطبخ عليها، غسلتها كده بالمسحوق. شلت هنا كان في شويه كراكيب برضو تلي وحاجات، حطيت كل حاجه مكانها تمام. المواعين اللي كانت مغسوله من قبل شلتها وغسلتها، وغسلت اللانش بوكسات بتاعت اولادي دايما هو ده مكانهم، وازاز العصير غسلتهم ونشفتهم وحطيتهم مكانهم تمام. غسلت المواعين اللي كانت في الحوض، ودلوقتي غسلت دي دبابيس. والله انا لغايه دلوقتي مش عارفه هطبخ ايه، بس تقريبا ان انا ابني تعبان وعنده كحه، فكنت عايزه اعمل شوربه عشان خاطر اعمل له منها لسان عصفور. فطلعت كده دعبست لقيت فيه كام دبوس، طلعتهم وغسلتهم، وكنت فاكره ان دول دبابيس طلعوا وراك كنت خلياهم تمام. هبتدي دلوقتي غسلت كده كله، وهنبتدي كده نشوف. ادي الميه اللي هعمل فيها الشوربه. الحله دي اللي انا سايباها من طقم الحلل الالومنيوم بتاعتي من ايام، من ساعه ما اتجوزت، اللي بعمل فيه الشورب يعني تمام. دلوقتي هنزل بقى الحاجات بتاعه الشوربه. النهارده قلت اعمل لهم بسم الله. قلت اعمل لهم ناخد يعني، وكفايه البصلايه دي وخلي البصلايه دي للشاورما. قلت اعمل لهم حاجه حلوه، خلينا برضو ناخد التخنينه دي. فهعمل لهم، سالتهم هعمل لكم ايه، قالوا لي عايزين كب كيك، فهعمل لهم النهارده كب كيك بصوص الفراوله تمام، او بالفراوله بطعم الفراوله. واحط بحب كده كمان احط كام فص توم. الجو بجد فظيع، والاولاد خدوا بالكم من اولادكم، الاولاد فعلا الايام دي بيتعبوا جدا، وخصوصا بالكحه دي يعني. ربنا يحافظ لنا عليهم بجد. يعني الواحد بيتعب وقلبه بيوجعه لما يلاقي ابنه كده ومش عارف يعمل له حاجه يعني. الحمد لله والله الحمد لله. كام فص مستكه كده، حبهان تمام. وكمان هحط فص مستكه. معلش بقى ده فيديو روتين ومش همنتج فيه حاجه، انا بقالي كتير قوي مش بنرغي مع بعض ومش بنتكلم مع بعض، مش بنقضي وقت لطيف كده، حكاوي القهاوي اللي بيقولوها مع بعض. فص مستكه كبير اهو، حكاوي القهاوي اللي بيقولوها دي، ونقعد نفضفض الفضفضات الجميله اللي بجد انا محرومه منها معاكم. بقالي زمن مش عارفه والله ان انا وحشه ومقصره معاكم، بس والله غصب عني. انتوا عارفين مش هقول لكم ان القناه دي يعني اخر اولوياتي، بس على الاقل اول اولوياتي هي بيتي وعيالي وزوجي وشغلي. وانتوا عارفين ان كل ده بياكل لكم اليوم اصلا، ما بيدكمش فيه، بيبقى يعني في اي فرصه لاي حاجه. بصراحه ما بحبش انزل حاجه غير لما اكون حاجه يعني هفيدكم بيها، مش اي هلس والسلام يعني. شويه فلفل. كنت انا عامله شويه قرفه، كنت عامله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم توابل للشوربه وطحناها، بس للاسف خلصانه من عندي، فلسه هجيب الورد بتاع الشوربه اللي انتوا عارفين دايما بحطه في الشوربه، ورد الشوربه اللي هو بيتجاب من عند العطار ده، ولسه بقى اطحن معاه اللورة والحاجات دي. فانا بقى بحط كده التوابل بتاعتي. انا حطيت مستكه وحبهان ولورة وقرفه وجنزبيل وفلفل اسود، وكمان هنحط بس كده، مش هحط كده حاجه تاني. وحطيت طبعا البصل، وممكن تحطي طماطمايه بس انا مش هحط طماطمايه النهارده، وجزرايه، نص جزرايه. كل واحد بقى وطعم الشوربه يعني. انا بشوف ناس بتعمل في الشوربه بتحط فلفل اسود وبس على الشوربه بجد، وبصل، وما بتحطش توابل كتيره، انما برضو بيطلع طعم الشوربه
مميز كده. تمام. ادي هجيب بقى قطعة اللحوم ونيجي نقطع مع بعض الشاورما. بصوا الكيس ده عشان ده صديقي، انتوا عارفين بقى، كل اللي متابعني عارف ان في دايما كده اما باجي اطبخ او بعمل اي حاجه في المطبخ لازم اطلع اي كيس كده احط فيه كل اللي هيطلع مني من يعني اعزكم الله الزباله اللي هتطلع مني من الطبخ او من تنظيف المطبخ كده يعني، وهكذا. طبعا هي دي انا كنت عاملاها عشان اعمله شيش طاووق، بس انا بصراحه مش هعمل لهم شيش طاووق، لسه كنت عاملاه قريب. فهعمل شاورما فراخ هقطعها كده بسم الله، وهعملها النهارده بطريقه الصراحه ما جربتهاش الا مره واحده وعجبتهم وكان ليها طعم مختلف، اللي هي في الغالب بتتعمل اللي هي طريقه فتة الشاورما. تصدقوا ممكن اعمل فتة شاورما النهارده، ايه رايك؟ بس ما عنديش عيش، نجيب عيش واعمل بيه فتة الشاورما. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص قطعت الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين. تمام، خليها كده. هبتدي بقى بما ان اللي طلعت خلاص في دماغي هعمل فتة شاورما، فهبتدي كده اجيب الرز البسمتي بتاعي. هجيب كده هعمل كوبايتين من الرز البسمتي ماشي. هنقعهم في ميه سخنه، انا بس بغلي الميه في الكاتل عشان انا هعمل الاكل دلوقتي. بس هحط معاهم، انا بحب دايما اعمل في فتة الشاورما الحركه دي، هحط معاهم شويه وهما بيتنقعوا شويه كاري على كركم صغننين خالص، والباقي هحطه وهو بيستوي. تمام. هبتدي بقى كده اخلي لما الميه تغلي هبتدي بقى اقطع الخضار اللي معايا كده. بسخن طاسه دلوقتي على النار، هعصر على الفراخ بتاعتي اصفيها كده. الحمد لله مفيش ميه خالص. هبتدي اعصر على الفراخ كده ليمون، هي ليمونيه يعني، وتوم مهروس، وحطيت التوم. تمام. هحط بس معلقه صغيره من الخل. تمام. هحط كزبره عشان ننجز اهو، يعني حوالي ربع معلقه صغيره. هحط طبعا فلفل اسود. انا عندي زي ما قلت لكم الطاسه بتغلي بتسخن. وهحط كمان شويه كمون وبس كده. عايزه تحطي توم وبصل باودر تمام، عايزه تحطي ممكن احط شويه دول شويه كمون. تمام. هحط كمان اخر حاجه خلاص، وانا بحب معاها سماق كمان، فهحط بابريكا، وهحط شويه سماق. خلاص كفايه كده. هنحط الملح بتاعنا، تمام، ونقلب كويس جدا كده. كل عايزه اقول لكم الريحه خطيره بجد. نقلب كده كله وننتقل على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. وهي على البوتاجاز عشان ما ارجع لكمش تاني هكون بقطع الخضار كده كله مع كله، نخلص كل اللي ورانا. ادي حطيت شويه زيت، هروح نازله على طول كده بالفراخ بتاعتي. طبعا هي هتدخل في السوا على طول. هروح دلوقتي اقطع الخضار. بصوا هي الطريقه اللي انا بعملها دي مش الطريقه الاصليه لفتة الشاورما، تمام، انما دي الطريقه اللي انا بحبها انا وفي عندنا هنا في البيت انا وزوجي واولادي. تمام. انا هنزل دلوقتي الخضار اللي معايا
قطعت بصل وفلفلات الملونه اللي معايا. انا حطيتهم ممكن بدري شويه عشان عايزاهم ياخدوا من طعم الصوص اللي هو ده، اللي هي الثوم والليمون، عايزاهم ياخدوا من الطعم ده كده كلهم ويتبالوا مع بعض. وهو كده فاضل لي بس ان انا هحط رشه من بطلعها جوز الطيب. تمام، بسم الله. خلاص كده هسيبها تستوي بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. الشاورما بتجهز معايا. ادي الرز غسلته طبعا وحطيت عليه ميه سخنه عشان خاطر يتنقع شويه. تمام، وادي الناحيه التانيه كده اهو. الناحيه التانيه ادي الدبابيس بتاعتي بتتسلق. دلوقتي بقى المواعين اللي حصلت لي من اللي طلعت من الطبخ هبتدي اصبنها عشان ابقى خلاص. خدوا بالكم يا بنات، ما تغيروش بسهوله مسحوق المواعين بتاعكم. بصوا حبيت اغير واوفر في مسحوق المواعين. شايفين ايدي هشيل فلاش. بصوا ايدي يا بنات طلع فيها زي حبوب صغيره كده، فطبعا انا حاطه لها بمرهم. جبت مرهم ليها للالتهابات دي وبحط منه على طول، حتى حاطاه هنا جنبي. فقال لي الدكتور قال لي ما تصبنيش المواعين بايديكي دلوقتي خالص لغايه ما الالتهابات تضيع منها. فللاسف وانا ما بحبش الحركه دي خالص، بصب المواعين بجلاف. ما بعرفش خالص اللي هو كده بقى ايه. لا لازم ابقى ماسكه كده بايديا وعايشه حياتي بايديا، فعشان شكلي هيبقى مهرج جدا. ما بعرفش املك الحاجه بايدي. حلو الصوت ده. فهصب المواعين وارجع لكم تاني. عايزه اوريكم حاجه. بصوا الرز بتاعي اصفر شويه والحبه بتاعته فتحت. انتوا شفتوا انا كنت حاطه ميه قد ايه. بصوا اتشرب الميه بتاعته. تمام، دي التوابل يا بنات. دلوقتي انا كان عندي شويه مكرونه محمره اللي كنت عاملاها لابني وقت ما تعب، فاديته ياكل هو واخوه. وهبتدي اعمل لهم الحلو على بال ما الرز كمان اسيبه شويه وابتدي اعمل الرز. معلش بقى لو الاضاءه مش ظابطه عشان خاطر الموبايل هيفصل شحن والفلاش، فانا قلت ايه اجري الدنيا كده عشان اكمل معاكم الفيديو. دول 3 بيضات عليهم كوبايه الا ربع من السكر. تمام، وهنحط كمان رشه من الفانيليا. تمام، هضربها كويس جدا مع بعض بالمضرب الكهربائي بتاعي. طبعا تقدري لو ما عندكيش مضرب ممكن تضربيها في الخلاط او في الكبه، يعني تصرفي او على ايديكي. انتوا كده شايفين ضربتها لغايه ما بقت بصوا بيضت خالص ودخلت الهواء فيها كويس جدا. دلوقتي هبتدي احط نص كوبايه زيت وزيها لبن. تمام، هضرب بقى كويس جدا. وبالمره هحط معاهم قصنص. ده قصنص بيتجاب من عند بتاع الحلويات بطعم الفراوله. ده قصنص الفراوله، فهحط كده حبه محترمين هم كلهم يا دوبك عشان يدوا الطعم. تمام، وهضربهم كويس جدا. مش هحتاج المضرب الكهربائي بعد كده في حاجه. هبتدي اجيب يعني اسمها ايه، مصفى. هبتدي احط فيها كده معلقه من البيكنج باودر. ممكن عايزه تستخدمي كيك شيف. تمام، وهبتدي احط كوبايه ونص من الدقيق. ادي كوبايه معبي النص.
حطيت كوبايه ونص، ادي النص اهو. هحط مع النص، مش عارفه بطرمان الملح مزرمن ليه، رشه بسيطه جدا من الملح. تمام. وهنخلهم كده كويس جدا. عايزه تعمليه بالشوكولاته يبقى تحطي معلقتين من الكاكاو الخام الغير محلى. تمام. هبتدي كده اقلبهم كده مع بعض في اتجاه واحد عشان خاطر اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الهواء اللي انا دخلته في الضرب الاولاني ما افقدهوش. كده هفضل اضرب كده. الاكل بتاعي خلاص خلص. ادي طبق الشاورما. بصراحه ما عرفتش اجيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم برافو عيش عشان احمصه. لسان عصفور والفراخ عشان ابني. وكمان هطلع مخلل دلوقتي. وكمان هطلع مخلل دلوقتي يبقى جنب الاكل. الكب كيك خلاص خلصتها. بصوا الحوض بتاعي زي ما انتم شايفين. انا طالعه اتغدى وادي الحوض كل حاجتي مغسوله، وهيبقى بس حاجات الغدا. وهغسل البوتاجاز وهرجع لكم بعد الغدا عشان كمان الكب كيك خلصته اهو. ولسه في صينيه تانية في الفرن. تمام. فهرجع لكم بقى وانا بزينه ونشوف الدنيا هنعمل ايه بعد كده. دي بقى الكب كيك. دي الكميه كلها ما عدا 2 تاكلوا. انا كان عندي شوكولاتايه كابري كده، فروحت عاملاها على حمام ميه مع مكعب زبده، يعني مش مكعب، سنتوفه صغيره من الزبده. تمام. ورحت مزيناها كده بالمتاح عندي. بصوا شايفين الكيك هش خالص ازاي. وجميله جدا وهشه جدا من جوه، والله احلى من اللي بنشتريه كمان من بره، وعارفين وضامنين نظافته وكل حاجه فيه. اللي شكلهم مرتب دول في صواني الكب كيك هو طلع كده، انما اللي شكلهم شايفين مفلطح كده شويه في القوالب السيليكون اللي انتوا شايفينها دي. كنت بجربها بصراحة، مش محتاجة صينية ولا محتاجة اي حاجة، بتحط فيها الخليط وبتحطيها في صينية تانية وعلى الفرن على طول. نكمل بقى باقي الفيديو. كده خلاص خلصت وخلصت شغل المطبخ خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. لمعت كمان الرخامات، غسلتها كويس ولمعتها. ده الاكل بس سايباه يبرد شويه وهدخله في التلاجة. الحوض فضي خلاص، والمواعين اللي كانت هنا الاول نشفتها ودخلت كل حاجه مكانها. وغسلت القوالب بتاعه الكب كيك اللي هي السيليكون دي، ودي برضو كنت استخدمتها وقعت مني فغسلتها بتاعت اللانش بوكس بتاعت ابني، فسايباها برضو تتصفى. تمام. وده كورنر اللانش بوكسات اللي بستخدمها لاولادي. وازاز العصير طبعا كل يوم بتتغسل وتتنقع في شويه خل كده. وعملت لهم العصير بتاع بكره البرتقال. وزي ما انتم شايفين الحوض خلاص نضف. ده كان فيديو الروتين بتاعي. على فكره لسه شايفه دلوقتي اللي هيستغرب من المكوه اللي انا حطاها هنا دي، انا دايما بكوي هنا لبسي يعني لبس اولادي بتاع الحضانه ولبسي انا والمدارس وكده، ولبسي انا دايما بكوي هنا في الغالب. كمان هنا على الرخامه دي من ساعه ما عملت وانا بكوي هنا. فبدل ما كل شويه اروح ادخلها في الضرفه بتاعتها وارجع ارجعها من الضرفه بتاعتها والحركات اللي بتتعب دي، فحطيتها هنا هو جنب بوكس المسحوق عشان لما احتاجها كل شويه. اسالكم الدعاء لابني بالشفاء، ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين يا رب اللهم امين. فحطيتها هنا هو عشان خاطر ايه، اكوي واروح سايباها تبرد واروح حطها تاني على طول. وحطت تحتها حته قماشه يا دوبك على القد عشان خاطر ايه ما تبهدلش الدنيا. بس كده ده الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو يا بنات يكون عجبكم. وحشتوني جدا بجد والله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.